فما إذا كان وجهة الطمأنينة معناتها قلق ما في، اضطراب ما في، خوف ما في، رعب ما في، أنت في أمان حياة طمأنينة. الناس الآن ما في طمأنينة، هذا مضطرب للرزق، وهذا مضطرب لحياة، وهذا مضطرب مع ملاي أكل، وهذا مضطرب مع ملاي راحة، وهذا. ليش الاضطراب؟ سببه أن قلبك غافل عن الله. قلبك غافل، ولو كان القلب حاضر مع الله لاطمأن قلبك بالله. الاطمئنان بالله تعيش حياة السعادة، حياة الهدوء، الأنس، الطمأنينة، الراحة، من غير أن تشعر بأي قلق في الحياة. ألا بذكر الله الله ينبهك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.